السلام عليكم ومرحبا بكم في مطبخ نور. اليوم جبت لكم وصفة وردة الريمال، وصفة تقليدية جزائرية بدون عجين. يعني هذه الحلوى رايحين نخدموها غير بديول بطريقة جد بسيطة وتجي مقرمشة ومعسلة حتى للقلب. نمر لطريقة التحضير. احنا خديت 3 كيلات كاوكاو محمص ومرحي كيما تقدروا تعوضوه باللوز، ما ترحوش مليح. نديروه كيما تاع التزيريات، مغرفه كبيره تكون معمره مبشور القارص. كيما تعرفوا اغلبيه الوصفات التقليديه نستعملوا فيها القارص. مغرفه كبيره مارغرين وكاس ناقص صباع سكر كلاص. نخلط هاد المكونات مع بعض ونجيب حبه بيض نخلطها ونقعد نضيف بشويه للحشو حتى ينطم. هنا الكميه تاع الكاوكاو اللي درتها حوالي 400 غرام، دات لي 3 بيضات. فوالا راني نضيف غير بشويه، راني زدت الحبه دوزيام، نقعد نضيف غير بشويه حتى تنطم. هاد الحشو لازم يكون شويه جاريه، ما نخليهاش ناشفه. نخلي هاد الحشو يرتاح شويه حوالي نص ساعه هكا باش نجي نخدم به. هلا شوفوا، هذا هو القوام اللي تحصلت عليه، لازم تكون شويه جاريه كما قلت لكم. هنا راني جبت اوراق تاع الديول. انا استعملت ديول تاع سنيوه تاع النحاس، كما تقدروا ديروا ديول تاع الحانوت، حيعطيكم نتيجه وحده. هنا دوك راح نخدم بزوج ورقات تاع الديول. نحكم الورقه الاولى وندهنها بشويه تاع السمن، نزيد عليها ورقه وندهنها تاني بالسمن. ودوك هنايا نقدر نحكم الطابع اللي راح نطبع به ومباشره نطبع. سينو كيما درت انا هنايا راني طويتها على زوج وحكمت الطابع اللي يساعدني على حسب لي مول تاع الجزيريات اللي حنطيب فيهم هاد الحلوى. نطبع هكا ونقطع نقطع الى دوائر يكونوا كبار ودوائر صغار اللي راح ندير بهم التزيين. ومن الاحسن لو كان نستعملوا طابع تاع الحديد، راح يقطع لنا الدوائر هادو فاسيلمون. سينو هادو تاع البلاستيك راح يغبنكم شويه. سينو نحكم هاد الطابع غير نطراسي برك الدوائر ونشد المقص ونقطع بالمقص. راح نستعمل هاد الليمون تاع التزيريات، في كل حبه ندير فيها زوج دوائر تاع الديول. كيما شتوني المول تاع التزيريات راني دهنته بشويه تاع السمن. هنا كما كنت تلاحظوا راني نحيت كميه تاع اوراق ديول نخدم بها، وكميه واحده اخرى راني خليتها داخل ساشي باش ما يضربها ليش الهواء. سينو راح تيبس لي وماحش كامل تساعدني في الخدمه، راح كامل تتكسر لنا نجي نخدم بها نشكلها في الحبه راح كامل تتكسر. نكمل كامل لي مولي عندي بنفس الطريقه، نساويهم كامل مليح ونجي نعمر بالحشو. هنا كما كنت تلاحظوا راني درت حوالي نص مغرفه كبيره تاع الحشو في كل حبه تاع ورده الريمال. ما نعمرهمش مليح باسكو كي نطيبهم راح ينتفخوا شويه. نساويهم هكا شويه. ودوك هنا نحكم هاد الدوائر الصغار اللي راح نزين بهم الحلوى. طويتها على زوج، عاود طويتها على 4 ورشقتها فوق الحشو. فوالا ها هي راني طويتها على زوج، نعاود نطويها على 4. شوفوا طريقه جد سهله، غير نحطها تلصق فوق الحشو. شوفوا ها هنايا ورقه تاع الديول راح تخرج لي زوج دوائر كبار و4 صغار، معناتها في كل ورقه راح تخدم لي حبه تاع غوز دو صابل. نكمل كامل نزينهم. شوفوا والله ما قبل ما نطيبها شوفوا والله غير خرجت شابه ما شاء الله. ها هي نكمل كامل هكا. نساوي الحبات نساوي الحشو ونكمل نزينهم بهذه الوريدات هادو.
هنا بعد ما كملت كامل الكميه اللي عندي، نحكم شويه تاع السمن ندهن به الحلوى من الفوق باش يحمروا وياخذوا لون ذهبي شباب. طيبتهم على 180 درجه، شعلت لهم من الفوق ومن التحت، ما راحش يطولوا بزاف في الطياب، غير يحمروا شويه نحيهم. وهنا بعد ما طابولي راني عسلتهم في عسيله تكون ثقيله، ما زدت لها والو باه يقعد الكاطو يقرمش. نحيتهم من المول مباشره، رميتهم في العسيله، نكون دفيتها شويه، نخليها هكا حوالي 20 دقيقه حتى تشرب لي العسل مليح. هنا بعد ما خليتهم في العسيله حتى تشربوا مليح، نحيتهم وقطرتهم ونجوزوا للتزيين. وفي الاخر زينت بشويه بيستاش مرحي مع ورد الشوش، وانتم تقدروا تزينوا بالكاوكاو ولا الجلجلان كيما يساعدكم. هذا هو الشكل النهائي. هاد الحلوى رايحين تخدموها في وقت قصير، ما تشدش كامل الوقت، بطريقه جد سهله وبسيطه، بشويه كاوكاو وديول راكي درتي معسله راقيه. وهذيك 400 غرام كاوكاو انا خرجت لي حوالي 28 حبه. راح نقسم معكم حبه، شوفوا تجي معلكه ومعسله حتى للقلب ومقرمشه من برا. وصلنا لنهاية وصفتنا نهار اليوم، اللي نتمنى انها تكون عجبتكم. واذا عجبتكم ما تنسوش ديروا لي جيم لا فيديو، تبارطاجوها مع الاصدقاء. دوكا ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحكم، نتلاقاو في وصفات اخرى، مع السلامه.